السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. اهلا بيكم في قناتي، سعيدة جدا جدا بجد بوجودكم معايا. ما تنسوش تعملوا تفاعل كبير جدا على القناة، واهم حاجة تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعملوا لايك واشتراك وكومنت وتفعلوا الجرس. وتعالوا يا ابطال نشرح درس النهاردة بقى نشرح درس طريق النور. وتعالوا يلا نبدأ بالفيديو. درس النهاردة هنتكلم عن شخص فقد بصره، يعني كان مش بيشوف، معنى انه كفيف، بس هو كان انسان طبيعي عادي خالص، بس حصلت حاجة خليته ما يشوفش. كان في السن الثالثة من عمره، يعني عنده 3 سنين بس، وبعدها فقد بصره. بس قعد يحاول ويجرب وبحث لعند ما وصل انه يحط رموز سهلة او حروف ابجدية ان هو يعرف يقرأ بيها، وعلامات موسيقية واعداد حسابية. وبعد لما كبر علمها للتلاميذ بتاعته، وكان في جميع المعاهد بقى في فرنسا. وفي الاخر لقبوه، واللقب ده فعلا يستحق، لقبوه بقى واهب النور للمكفوفين. وكان الشخص ده اسمه لويس برايل. تعالوا بقى نعرف الحكاية من الأول خالص. هنبدأ هنا بقى نفتح الكتاب ونقرأ موضوع الدرس. أول فكرة موجودة معانا: لويس برايل يفقد بصره في سنة 1812 ميلادية، وفي إحدى القرى الفرنسية حدث أن طفلا صغيرا في الثالثة من عمره يدعى لويس برايل. طيب حصل له إيه؟ صحب أباه صانع السروج. عارفين اللي هي الأحصنة، الحاجات اللي بتتحط على ظهر الحصان عشان يركبوا عليها، ده اسمه السروج. وبرده كذلك بتحط على الجمال وأي دب أو أي حيوان، وده بنسميه بالسروج، إلى محله القريب من المنزل. يعني لويس برايل وباباه معاه راحوا بقى للمحل بتاعهم، وكان قريب جدا من المنزل. واخذ يلهو بمثقابين وجدهما هناك. مثقابين زي ابره كده، لقاه في المحل بتاع باباه، خدهم ويلعب بيهم. وبينما هو يجري بهما اذا زلت قدمه فوقع على الارض. يعني كان بيلعب بيهم كده، فرجله اتزحلقت، قام واقع على الارض. واصاب المثقابان عينيه. المثقابان بقى دخلوا في عينه. حصل ايه؟ فخبى النور منهما. للأسف النور مشى منهما، يعني أصبح كفيف، حيث جزعت القرية كلها للحدث الأليم. يعني القرية كلها وكل الناس كانت حزينة جدا على الخبر اللي حصل للويس برايل. طيب هنا لو جالنا سؤال بيقول متى فقد برايل بصره وكيف؟ هنا هنجاوب عليه بقى بطريقة سهلة جدا، ونقول له هو طبعا بيقول لك فقد برايل بصره، طبعا اختصار لويس برايل، ومعظم الناس يعني كانت بدهم حتى في الكتاب مكتوب برايل، فهو اسمه لويس برايل، بس برضو بيقولوا عليه برايل فعادي يعني. فهو فقد بصره في سنة 1812 ميلادية. طيب وكيف بقى؟ هو الأول كان في السن الكام؟ 3 سنين من عمره، يبقى وكان في الثالثة من عمره. طيب ايه اللي حصل له بقى عشان يفقد بصره؟ هنقول ان هو كان بيلعب مثقابين في محل ابيه، اللي هو صانع السروج. بينما هو يجري زلت قدمه او تعثرت قدمه فوقع على الارض، واصاب المثقابين عينه ففقد بصره. طيب نقولها تاني بقى، كيف فقد برايل بصره؟ هنقول كان يلعب بمثقابين في محل أبيه صانع السروج، وبينما هو يجري زلت قدمه فوقع على الأرض، وأصاب المثقابين عينه ففقد بصره. تمام. طموح برايل أقوى من إعاقته، ولكن الطفل كان خفيف الروح. يعني كان روحه خفيفة كده، زي مثلا ما نقولش دمه تقيل، لا ده كان روحه خفيفة. وكمان حاد الذكاء، يعني كان ذكي جدا اكتر مما تتوقعه، كان حاد الذكاء. بدأ يتعلم القراءة والكتابة عن طريق بقى؟ عن طريق الحروف البارزة. يعني ايه الحروف البارزة دي؟ عارفين انتوا الناس اللي هي بتبقى كفيفة وبيكون قدامهم حروف بارزة، يعني الحرف بارز نازل لتحت كده شوية، بيقعدوا يحسسوا عليها بايدهم كده، بيعرفوا الحرف ده حرف ايه. التي كانت معروفة حين ذاك، يعني كان ايامها، ايام ما هو فقد بصره، كانت معروفة جدا في الوقت ده. وكان ارتفاع كل منها عن سطح الورق 3 بساط، يعني كانت بارزة جدا، فبيقدروا يعرفوا منها الحروف. وعرضها لا يقل عن بوصتين. تمام. على ان هذه الطريقة لم تشبع رغبة الغلام الطموح، يعني الطريقة دي ما كانتش راضية، يعني هو ما كانش راضي عن الطريقة دي. تمام. إذ إن ضخامة الحروف المستعملة فيها كانت تحول دون الانتفاع بها، يعني ما بنتفعش بيها، مش كانت مفيدة قوي، وكانت الحروف كتيرة جدا اللي فيها دي. وكانت كتابة قصة صغيرة بواسطتها تستغرق عدة مجلات. غير كده برضو ان هي كانت بتاخد وقت طويل جدا منهم، وكانت بتاخد كتب كتيرة جدا مليانة بالصفح عشان يكتبوا قصة صغيرة فيها. طيب فكانت الفكرة دي مش ناجحة قوي، او يعني ما كانش راضي عنها. طيب
بعد كده برايل يستعين بفكرة أحد الضباط. يا ترى بقى ايه هي أحد الضباط اللي هي ايه الفكرة بتاعتهم؟ لكن قلقه كان يزداد كلما تقدمت به السن. يعني كل ما كان بيكبر أكتر أو كل الوقت لما كان بيكبر أكتر كان بيزداد توتر وقلق وخوف، يعني أكن ان هو ايه خلاص كده مستقبله ضاع، مش هيعرف يعمل أي حاجة تاني. فقد كان يحب أن يقرأ ويكتب بسهولة. قبل ما يفقد بصره كان بيحب يقرأ ويكتب كتير وهكذا. فاستعان بفكرة أحد الضباط في استخدام نقط وعلامات بدلا من الحروف، على أن يقوم بإحداث ثقوب في قطعة من الورق المقوى. يعني يحط كده ثقب أو دايرة صغيرة كده في ورق، يكون ورق تخين شوية أو ورق قوي، ورق مقوى يعني. تمام. بحيث يعرف من يلمس كل ثقب هو شرطة أم نقطة، ليتمكن الضابط والجنود من قراءة الرسائل في الظلام. كان الضباط بعيد عن بعض في كل الأماكن وهكذا، فكان الثقب ده أو على الورق المقوى ده كل ما يلمسه يقول ده شرطة ولا نقطة ولا مش عارف ايه، علشان يعرفوا ان هما يتمكنوا من قراءة الرسائل وهكذا. طيب دي الفكرة الثالثة. الفكرة الرابعة ايه؟ برايل لا يعرف اليأس. وقد ظل برايل 5 سنوات يدرس ويبحث ويجرب، يعني برضو رايح ورا حلمه، وبرضو ايه مش هيستسلم خالص ولا هييأس. وكانت محاولاته تكلل بالنجاح تارة وتواجه بالفشل تارة أخرى. يعني النجاح كان بيمشي ورا نجاحه، يعني النجاح بيحط منه في مرة والفشل مرة تارة، يعني مرة أو محاولة. بعد كده لكنه لم يتراجع، بل واصل حتى توصل إلى وضع رموز سهلة للحروف الأبجدية والعلامات الموسيقية والأعداد الحسابية. يعني برضو مش ورا حلمه، مش هيستسلم أبدا. ده معنى النجاح الحقيقي فعلا. وبعد أن هدي برايل، يعني كان هادي كده وريلاكس، إلى هذه الطريقة أرسلها إلى الأكاديمية في باريس فأعرضوا عنها. يعني تنمر بقى وحاجات زي كده، أعرضوا عنها، هي ما كانوش اجتنبوها وابتعدوا عنها وهكذا. برضو مش هيستسلم، أما عمل إيه؟ علمها لتلاميذه الذين مارسوا العمل بها في أوقات فراغهم. الوقت اللي كان فاضي بيهم كان بيعلمهم الأشياء دي، وبرضو هينجحوا إن شاء الله. الفكرة الخامسة، تلميذة برايل تعترف بفضله. يعني هو علمها للتلاميذ بتوعه، فهي دي واحدة من التلاميذ بتوعه بقى. لكن برايل من فرط ما بذله من جهد مرض مرضا شديدا، كان تعبان جدا جدا في الوقت ده. تزامن مع إقامة حفل كبير ضم جمهورا غفيرا من علية القوم، يعني كان ناس كتير وجماعة القوم في باريس. وعزفت على البيانو في هذا الحفل إحدى الفتيات من تلاميذات برايل، وما كادت تتم عزفها حتى ضقت القاعة بالتصفيق. تمام. حصل ايه؟ يعني كلهم بدأوا يسقفوا لها برافو عليكي، وتسابق المشاهدون لتهنئتها على براعتها وموهبتها. كانت موهوبة جدا فعلا. لويس برايل هو اللي علمها الأشياء دي. فوقفت تقول لهم: إن تهنئتكم ينبغي ألا توجه إلى شخص ضعيف. هناك رجل عظيم أفنى زهرة عمره في سبيلنا، نحن الذين فقدنا نعمة البصر، وقد جاهد بقلبه وروحه وعبقريته حتى نجحت طريقته. يعني الطريقة اللي لويس برايل عملها هي الطريقة دي فعلا اللي نجح فيها. الفكرة السادسة اللي قبل الأخيرة، انتشار طريقة برايل. وتناقلت الصحف قصة برايل واختراعه. يعني كل الصفح والمجلات بقى كانت الناس بيكتبوا عليها في السوشيال ميديا وفي كل حتة برضو بيكتبوا قصة برايل دي. ودعا الأمر في أرجاء فرنسا. الأمر انتشر جدا في أرجاء فرنسا، وتسابقت عيون العلماء للإفادة من طريقته. كان الكل بيبحث عن الطريقة دي عشان يستفيد منها، حيث تقرر تعميم طريقته في جميع معاهد فرنسا. وهرول إلى برايل لفيف من تلاميذه يضيفون إليه النبأ. يعني عيال كتير جدا أو طلاب كتير، هرولة يعني أسرع، جم بسرعة جدا لبرايل وقالوا له الخبر ده. حينها بكى وقال لهم: الآن أموت وأنا مطمئن إلى أن جهودي لن تموت معي. طيب كان مبسوط هنا جدا، وفعلا عيط بجد لأنه كان مبسوط، فكان الوقت ده هيموت فيها فعلا. 7. وفاة برايل. مات برايل وهو في 43 من عمره. ده هنا وفاة برايل كان عنده 43 سنة. وأقيم له في القرية التي فقد فيها بصره تمثال بدا فيه بعينين تفيضان شفقة ورحمة، وحق له أن يوصف بواهب النور للمكفوفين. وبس كده. يعني الدرس ده أكنه قصة بسيطة جدا، بجد بحب الدرس جدا، وانتوا كمان برضو
تفهموه بسرعة. اتمنى اكون شرحت لكم الدرس ده كويس جدا يا ابطال. اتمنى بقى تعبي ده ما يروحش في الفاضي، وتعملوا لايك وشير وكومنت واشتراك، وتقولوا لاصحابكم على القناة علشان نوصل اكبر قدر ممكن من الفيديو ده، برضو مشاهدات بقى ولايكات وحاجات جميلة جدا. اكتبوا لي تحت يا ابطال كومنت، ويا ابطال ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك عشان نوصل لعدد كبير جدا من المشتركين ونبقى اكبر عيلة على اليوتيوب، وان شاء الله هنعملها. ونشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معكم منى وجيه، والى اللقاء.